من هو الصحابي الذي حمى الله جسده بجيش من النحل؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع قصة جديدة إن شاء الله تعجبكم وتكون شيقة وممتعة ومفيدة من قصص الصحابة. قصة الصحابي عاصم ابن ثابت، الصحابي الذي حمى الله جسده بجيش من النحل. الصحابي عاصم ابن ثابت كان من أمهر الصحابة الكرام في القتال، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أصحابه أن يقاتلوا مثلما يقاتل، وكان من الرماة المشهود لهم بإجادة الرمي. وقد كان يوم أحد يرمي المشركين فلا تخيب له رمية أبدا. وقصة استشهاده عجيبة، ولكن صدق الله فصدقه الله. وقبيل استشهاده دعا الله سبحانه وتعالى أن يحمي جسده من المشركين فاستجاب له، وحمى جسده بجيش من النحل. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل صحابته قبل غزوته ببدر: كيف تقاتلون؟ فقام له عاصم ابن ثابت وأخذ قوسه بيده وقال: إذا كان القوم قريبا مني 100 ذراع كان الرمي بالسهام، فإذا دنوا مني حتى تنالهم الرماح كانت المداعسة، أي المطاعنة بالرماح، إلى أن تقصف الرماح. فإذا قصفت الرماح وضعناها وأخذنا السيف، وكانت المجالدة بمعنى المضاربة بالسيف. فقال صلى الله عليه وسلم: هكذا الحرب، من قاتل فليقاتل كما يقاتل عاصم. وفي غزوة أحد أخذ يرمي عاصم بن ثابت بالرماح، فلم يخطئ أحدا فرمى أحد المشركين، وكان شابا يقال له مسافع ابن طلحة، فهرع مسافع إلى أمه والدم يتدفق منه، فوضعته أمه سلافة بنت سعد على رجلها وهو يجود بأنفاسه، وسألته: يا بني، من أصابك؟ قال: أصابني رجل وقال: خذها وأنا ابن أبي الأقلح. فنظرت أمه وقالت: على أن أمكنني الله من عاصم ابن أبي الأقلح أن أشرب من قحف رأسه الخمر. وجعلت لمن جاء برأسه 100 ناقة. ومر عام على أحد، فجاء رهط من بني لحيان قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فينا إسلاما، فابعث معنا نفرا من أصحابك يفقهون في الدين ويقرؤوننا القرآن ويعلموننا شرائع الإسلام. فأرسل معهم عاصم بن ثابت مع بعض أصحابه، فلما قدموا بلادهم قال لهم المشركون: أستأسرون؟ فإنا لا نريد قتلكم، وإنما نريد أن ندخلكم مكة فنصيب بكم ثمنا. فقال عاصم: إني نظرت ألا أقبل جوار مشرك أبدا، وجعل يقاتلهم ويرتجز ويرمي بسهامه حتى فنيت نبله، ثم طاعنهم حتى انكسر رمحه وبقي السيف، فقال داعيا الله عز وجل: اللهم إني حميت دينك أول النهار، فاحم لحمي آخره. وظل يقاتل، فجرح منهم رجلين وقتل واحدا، ثم شرعوا فيه بالرماح حتى قتلوه واستشهد، فأرادوا أن يحتزوا رأسه لينالوا جائزة سلافة بنت سعد، فبعث الله سبحانه وتعالى إليه جيش من النحل والزنابير، فظللته وحمته من وصول المشركين لجسده، فكلما اقتربوا منه هاجمتهم ولدغتهم في وجوههم وعيونهم. فقال القوم: دعوه حتى يمسي وتذهب الدبر، أي النحل. ثم أمطرت السماء في الليل مطرا كثيفا حماه، فلم يصلوا إليه. وبكده تكون خلصت قصة الصحابي عاصم ابن ثابت. أشوفكم على خير في قصة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنسوش إذا عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناة علشان إن شاء الله يوصلكم كل جديد.